فاللي بيقدر يصوم يصوم. من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار مسيرة 70 خريفا، يعني 70 سنة بيبعد عن النار، مشي عمال يمشي انه بعد عنها 70 سنة من يوم واحد صيام. واللي عنده مساحة للذكر، ما تسيبش سبحتك من ايديك. طول ما انت لا بتذاكر ولا بتتكلم ولا بتشتغل، سبحتك لا تفارق ايديك. مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت، فاحيي قلبك بذكر الله. واللي عنده قرش يقدر يتصدق بيه، فك 20 جنيه جنيهات، او فك 50 خمسات، او فك 100، أو فك 1000 جنيه خمسينات وميات. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. فيديو جديد يا رب يعجبكم. النهارده هننضف مع بعض تنظيف عميق للمطبخ. خلاص، كل سنه وانتم طيبين. بقى فاضل شهرين على رمضان، فان شاء الله الفتره الجايه هيكون كلها تفريزات، وهيكون كلها تفريزات وكلها واقفه في المطبخ. فاغلبنا طبعا بيكون يعني مسحول بقى في التفريزات وكده. فانا واحده من الناس بحب انضف المطبخ عشان ابقى رايقه ودماغي تبقى مظبوطه كده، واحس ان انا يعني البيت نظيف، كل حاجه نظيفه. احب ان انا اقف كده واشتغل على راحه. فاول حاجه طبعا بحب انها تكون نظيفه جدا هي المطبخ. غسلت المشايات بتاعه المطبخ، غسلتهم من بالليل علشان الحق تاني يوم ينشفوا. انا بنشر الحاجه من بالليل، هم خفاف مش بياخدوا وقت. بس عشان يدوبك بس سواد الليل كده يصفوا ميتهم والشمس تطلع عليهم، يكونوا نطفوا ونشفوا. دلوقتي دخلت بقى تاني يوم، طبعا بعد ما نشرنا الحاجة وسايبينها في الشمس كده تاني يوم، دخلت عشان انضف التلاجة. برضو من الحاجات المهمة جدا، لازم التلاجة تكون نظيفة عشان اقدر اجيب الحاجات اللي انا محتاجة ان انا افرزها على نظافة. التلاجة بتاعتي بايظة، بتعمل تلج من الظهر. فبغلي مية سخنة كده وببدأ ادلق فيها مية بحيث ان التلج ده كله يفك ويقع في الدرج بتاع التلاجة وانضفها. ان شاء الله الفترة الجاية يعني نصلحها كده، بس اليومين دول الجو بقى هيبقى برد وسقعة ومش هبقى فاضية. فعشان كده عملتها معاكم. بدلق مية سخنة كده على المواسير اللي في ظهر التلاجة، بتوقع التلج. والتلاجة بترجع تشتغل تاني، بتبقى ضعيفة في التبريد من تحت، ومن فوق بتبقى ضعيفة برضو. فعشان كده لازم اوقع التلج اللي عليه عشان ترجع تشتغل تاني وتجمد الحاجة بسرعة. نيجي بقى لأهم خطوة، هي تنظيف الحيطان او السيراميك على حسب بقى. جبت المذيب بتاع الدهون ده. انا دايما بستعمل سترس، بس سترس بقى غالي، واغلبنا يعني طبعا ممكن ما يقدرش ان هو يجيبه سعره غالي. فجبت النوع ده. برضو بروح عند بتاع المنظفات اقول له عايزه حاجه مذيبه للدهون وكده. فاداني ده اسمه لايت. انا رشيته على الحيطان، ينزل لي كده الدهون وينزل لي البقع الصفراء لو في اي حاجه. طبعا هو انا مش بخلي حاجه في المطبخ، بس انا بعرفك انا قلت يعني انا عملت ايه. رشيت كده من المذيب ده على الحيطان وعلى الشباك لو في اي حاجه. فتحت برضو الشباك بتاع المطبخ، عايزه اقول لكم بيلم تراب جدا. لان مفيش حاجة او مفيش حواجز قدامه تمنع التراب ولا المطر، فبيتوسخ على طول. بدأت كده ارش كده المذيب وامسح واغسل السلك بتاع الشباك برضو كده بالفرشة وادلق بالمية. وهسيبه بقى ينشف، وهقفل بقى الدنيا دي كلها. هلم بقى المية، منظر المية اللي كان نازل ده كله هنزله. ده كله نازل من الشباك، زي ما بقولكوا الشباك ده بيلم التراب بيلم المطر وكل الكلام ده. فلازم يعني ايه كل فترة اروح جاية فاتحاه كده انضفه من بره ومن جوه. لانه منفذ الهواء الوحيد في المطبخ، مفيش غيره. حتى الشفاط بايظ يعني، فلازم الشباك ده على طول يتنضف. عملنا الحيطان ومسحناها، ومسحت برضو الأرضية كده، لميت المية بس عشان ما تزحلقش. وهنبدأ بقى مع بعض دلوقتي هننضف الأجهزة مع بعض. دلوقتي جبت الفرن الكهرباء رشيت عليه من بره الإزاز بتاعه المذيب، ولو في بقع كده على الإزاز من جوه. وهبدأ بقى اخد الصينية واخد الصاج واخد الشبكة بتاعته كده، وابدأ ادعكهم برضو لو عليهم اي بقع ولا حاجة.
انا بالنسبه لي دي هتكون ان شاء الله تنظيفه رمضان، او ممكن قبل رمضان انضف برضو تنظيفه كويسه للمطبخ، مش عارفه لسه. بس انا كان لازم انضف المطبخ قبل التفريزات وقبل ان انا انشغل في الخزين رمضان وكده، لان من الحاجات المهمه جدا ان انا اقف في المطبخ وانا شايفه كل حاجه نظيفه، وشايفه كل حاجه كده يعني مريحه للعين. فبالنسبه لي لازم ان انا انضف كده. جيت بقى على التربو برضو بدأت ارش عليه مذيب بسرعة كده وادعكه بالسلك. انا مش عايزة اسيب المذيب على البلاستيك كتير عشان ما يغيرش لونه. اي مذيب في الدنيا اي نوع حتى لو كان غالي، المذيب بيغير لون الاستانلس بتاع البوتاجاز، بيغير لون البلاستيك، فخلي بالك كده من النقطة دي وانتي بتنضفي. حركت كده التربوهات، بدأت اغسلها من بره الاول بصراحة، وبعد كده هفضيها وادعكها من جوه. بس هشيل الاول الخزين اللي فيها كده في مكان بعيد نضيف من غير ما يقرب له ميه ولا حاجه. وهبدأ انضف كده من بره ومن جوه. وانشف كده على طول اول باول بفوطه ناشفه الحاجه. بدأت ادعك برضو حوالين التربو، حوالين البوتاجاز، لو في اي بقع دهون، اي بقع واقعه في الارض، اي حاجه من الكلام ده كله بدأت برضو ادعكها كده. برش كده من المذيب على الارض، وبيبدأ يفور لي اي دهون بقى في اي حتة. حتى المكان اللي ورا الفرن بيبقى فيه وراه دهون كده، طبعا مكان التنفيذ بتاع الفرن، فبرش برضو عشان الدهون اللي بتخرج منه. نضفت كده ورا الاتنين تربو. نضفت برضو الرخام كده، كنت رش عليه برضو مذيب، وبدأت برضو ادعكه كده بالسلك، وبنضف كده زي ما قلت لكم، بنضف كل الحيطان والسيراميك. والشفاط برضو غسلت الريشة بتاعته، حاولت انضفه كده وانضف حواليه. ودلوقتي هبدأ بقى ارجع الحاجة مكانها، الارض نشفت والحيطة نشفت. ونرجع بقى الحاجة مكانها ونشوف اماكن تانية نعملها مع بعض. هغسل برضو دلوقتي طقم التوابل ده واسيبه ينشف ونرجعه مكانه. ودلوقتي هغسل الجريلا دي او الساندوتش ميكر، برضو كان متبهدل كاتشب وجبنة والكلام ده. رشيت عليه كده شوية من المذيب، وهبدأ اسيبه بس شوية كده على ما اعمل البوتاجاز يكون هو نضف. بعمل كده البوتاجاز من بره ومن جوه والصاجة وكل الكلام ده كله كده بدعكه، برضو برش عليه من المذيب لو في اي دهون على الباب ولا على الازاز. بدأت ادعك كده زي ما انتم شايفين، بصوا بينضف جدا. بدعك كده بالراحة بالسلك عشان الجريل ما يتجرحش معايا ويتبهدل. بجيب فوطة كده وابدأ انشف بقى كل الكلام ده، واجيب مية نظيفة وامسحها تاني، اسيبه ينشف خالص وابدأ اعينه مكانه. ده شكله كده بعد ما نضف. لميت برضو السلك بتاعه كده وهدخله بقى المطبخ اعينه. انا مش بسيبه بره عشان ما يتبهدلش دهون. ده كده كان غدانا اليوم. ده كان غدانا لسان عصفور ولحمة وصينية رقاق. هنروح نتغدى بقى ونرجع نكمل مع بعض التنظيفات. انا في الوقت ده كنت سايبة اطقم التوابل تنغسل، كنت غسلاهم كده وسايباهم يتصفوا علشان لما ارجع ارص فيهم الحاجة يكونوا نشفوا كده ومفهومش اي مية خالص. طبعا لازم تتأكدي من اطقم البهارات ان هم مش منديين، علشان البهارات او المشروبات عموما اللي انت هتحطيها فيه ما تكرفش وترطب كده وتكتل. شلت بقى كل حاجة على الرخامة وجبت المذيب بقى، وبدأت برضه ارش منه علشان اغسل الرخامة كده برضه، واغسل السيراميك اللي حواليه وانضفه. وهغسل برضو اغلب الحاجات اللي كانت مرصوصة، طقم التوابل، الحوامل بتاعه المعالق السيليكون والستانلس والصواني الورد، الكلام ده كله لازم يتغسل برضو علشان بيبقى لامم تراب لامم دهون. رشي من المذيب وهتلاقيه ما شاء الله فك معاكي كل الكلام ده كله. واشطفيهم بمية وسيبيهم ينشفوا. غسلت كده الحيطة وغسلت الرخامة، وجبت فوطة نظيفة وبدأت ألم بقى كل الكلام ده مع بعضه. غسلت برضو المطبخ من بره، لو عليه اي حاجة ولا كده واقعة ولا عليه نقط حاجة برضو بينضف كده، وبلمعه بالفوطة.
ان شاء الله الفترة الجاية هنبدأ مع بعض التفريزات. كل سنة وانتم طيبين. خلاص يعني فاضل يوم واحد وان شاء الله يبدأ شهر رجب، ويبدأ كده يبقى فاضل شهرين على رمضان. كل سنة وانتم طيبين. نبدأ بقى في التفريزات ونبدأ في تجهيزات رمضان. ان شاء الله نستفيد مع بعض كده والفيديوهات تعجبكم. انا حبيت بس نبدأ مع بعض بالتنظيفات، لان اغلبنا الفترة الجاية كلها هتكون واقفة في المطبخ، فهيبقى في صيام رجب وشعبان، هيبقى في تفريزات، هيبقى في امتحانات. احنا هنبدأ امتحانات ان شاء الله كمان اسبوع. فالفترة دي هيبقى فيها كذا حاجة. فانا اليومين دول الجو حلو والشمس ما شاء الله جميلة. فانتي لو غسلتي اي شوية حاجات من بالليل كده وانتي قاعدة لوحدك بعد ما الولاد يناموا ونشرتيهم، تاني يوم هتلاقيهم اتصفوا والشمس قربت تنشفهم، يعني لان الجو حلو. فان شاء الله الفترة الجاية كده يكون فيها فيديوهات حلوة تعجبكم. خلصت كده المطبخ ورصيت كل حاجة عليه، وكمان لمعت البوتاجاز. ودلوقتي عايزة اغير الستيكر بتاعه. شلت الستيكر كده واحط الستيكر جديد. بحب كده اغير كل فترة الستيكر، بحس ان هو يعني برضو من الحاجات التنظيفات كده اللي بتريح عيني وبتجدد المنظر في المطبخ عموما. انا عارفة ان المطبخ محتاج شوية تغييرات ومحتاج شوية تعديلات كده. فان شاء الله ربنا يرزقنا ونجرب كده مع بعض ان شاء الله نجدد فيه الحاجات اللي انا محتاجاها. خدت الفوط بقى اللي طبعا اللي انا استعملتها في التنظيف وفي المسح النهاردة، علشان هنقعهم في مية مغلية وشوية كربوناتو، وادعكهم كده كويس، وبعد كده اغسلهم بالمسحوق. المهم ان انا احطهم كده في اي حاجة تفور الدهون اللي فيهم او الحاجات اللي هم نضفوها النهاردة، وهنشرهم بقى ان شاء الله في الشمس تاني يوم. ده كده المطبخ بعد ما نضف. يا رب يكون الفيديو عجبكم. حاولت كده الملكم كل اللي انا بعمله في المطبخ. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي على خير. ما تنسيش لو الفيديو عجبك تحطي لايك للفيديو وتشتركي في القناة لو لسه ما اشتركتيش. اشوفك الفيديو الجاي. سلام عليكم.